أهلا بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي مضغوط لحم مع الرز الأمريكي بفرن الضغط. متخيلين فرن ضغط كهربائي من هوميلك. يلا مع بعض نبدأ نجهز. أول خطوة عندي هنا رز أمريكي مغسول فقط لأني بدخله بفرن الضغط. وصفات سهلة جدا. بيكون عندي بصل عدلة، طماط قطعتها إلى شرايح راح أضيفها مع الفلفل الرومي، وعندي هنا 3 ملعقتين على حسب عدد كمية الرز زبدة. لا ننسى نملح، نحط شوي خلينا. وآخر إضافة بتكون هنا عندي مرقة مسبقة الإعداد، مرقة لحم ونغطي بالقصدير لازم تتخرم بهالشكل. نجي الحين لتتبيلة اللحمة سهلة جدا وما فيها أي زود. ملح، فلفل أسود، وكرشان يعطي اللحمة رطوبة ولمعة. هذه التتبيلة حقتي وزعها على قطع اللحم وأحاول إنها تدخل جوا. لون اللحم تبارك الرحمن ولا شيء. ملح، فلفل أسود وكركم. الحين عليها قطع زنجبيل والفلفل الرومي أي لون عندك. الرز خليتها تحت لأنها مخرم بالقصدير، أبغى دهن اللحم ينزل عليه. خليني أجي أوريكم مرة سهل. الفرار هذا أو التايمر هذا هو اللي يتحكم لك هنا مثل ما انتم شايفين. إذا قربت تشوفونها تختارين فوق فقط أو فوق وتحت أو تبين الشواية وهكذا. الثاني هو اللي يختار لك الوقت. انت تقدرين وش تبين، اللحم، الدجاج، اللي هو عاد. وهنا عاد طبعا تفتحين وتسكرين، ومن هنا ما ينفتح إلا لما تضغطينه طبعا. وهذه اليد هي للأمان. هنا شفتوا تضغطينه للأمان. بس تبون أقطع لكم تشوفون تبارك الرحمن. شوفوا اللون. استنوا أقلبها. خيال يا بنات، خيال، وما أخذ وقت.